عسلامة. اليوم سأتحدث عن رواية ملائكة وشياطين لدان براون. هي رواية تشويق تجمع بين العلم والدين والتاريخ. تبدأ الرواية بمقتل عالم يدعى ليوناردو فيدرا وشم شعار المستنيرين على صدره، ثم تتوالى الأحداث في ليلة اختيار البابا الجديد ومقتل الكرادلة المرشحين لمنصب البابا. تتميز الرواية بحبكتها المعقدة وتثير مسألة الصراع بين العلم والدين وبين الخير والشر. يقول الكاتب: كان الإنسان بحاجة إلى آلاف السنين لكي يتطور من العجلة إلى السيارة، إلا أن وصوله إلى الفضاء لم يتطلب بعد ذلك سوى بضعة عقود. وها نحن اليوم نقيس التقدم العلمي بالأسابيع، فنحن ندور بسرعة جنونية بحيث أنه يتعذر علينا السيطرة عليها أو التحكم بها، أما الهوة التي بيننا فتزداد عمقا. ويضيف الكاتب: فنحن نصرخ سعيا وراء معنى لحياتنا. التكنولوجيا التي تعد بتوحيدنا فهي في الواقع تقسمنا وتفرقنا من بعضنا بعضا، فكل واحد منا متصل الآن إلكترونيا بالكوكب، ومع ذلك نشعر بأننا في عزلة تامة. كتاب مثير للجدل كعادة دان براون، وقراءة ممتعة.